نستعد المسؤولين المعتمده على الحكمه الجيده ومفهوم مجلس السلطه ثم المقاربه التشاركيه. التساؤل مطروح بعيدا عن المجالات التي تهمها شامل النموذج الشامل مجموعه من القطاعات: الصحه، التعليم كما اتى على الاستاذ الحياه، التعليم، الصحه والتشغيل ما هو اجتماعي في غايه اساسيه هو ضمان كرامه المواطن وتحقيق عداله مجاليه واجتماعيه. السؤال المطروح: هل يمكن انجاح هذا النموذج او ما يشرطه وما هي مداخله؟ وهذا هو عنوان المداخله: ممكنات. والحديث عن الممكنات لا يعني تشكيك في مدى يعني نجاح على النجاح وبما هو، لاننا كلنا نمتلك رؤيه تفاؤليه تسير توجه الملف الذي وضعه والذي نقول من خلاله نجاح هذا النموذج التنموي. في اعتقادنا يعني المتواضع هناك مداخل اساسيه او شروط اساسيه. المدخل الاساسي الاول هو المدخل السياسي، والمقصود المدخل السياسي هو توسيع هامش المناوره للفاعل السياسي مؤسسات القطاع الخاص من خلال ايجاد يعني البنيه التحتيه الملائمه. وهذا نموذج الخطاب الملكي الشهير بمناسبه تمثيل الخضراء الاخير الذي تحدث عن البنيه التحتيه الموجوده في الاقاليم الصحراويه، والذي دعا من خلالها يقوم القطاع الخاص بانخراط جدي في العمليه التنمويه في الاقاليم الصحراويه. المدخل القانوني هو المدخل الاساسي لاعتبار انه النموذج التنموي يستوحي يعني مضمونه ما يسمى بالدستور التنموي، ذلك الدستور الذي يقوم على نصوص جامده فقط، بل الدستور يسير الى مفاهيم لها ارتباط بما هو تنموي، منها الحكامه، منها الشفافيه، منها المحاسبه، والعناصر كلها تدخل في اطار تنميه الاقاليم من خلال او تنميه البلد من خلال اعتماد الدستور اساسي. ناهيك عن دور المؤسسات العامه. اذا اخذنا نموذج معين ما يسمى بالسلطه القضائيه، تنجد انه في الدساتير السابقه منذ دستور 62 دستور 1996 كان يسمى القضاء. دستور 2011 احدث ما يسمى السلطه القضائيه، يعني اننا انتقلنا بالمفهوم الاكاديمي من الفصل بمفهوم كما اشار اليها جون لوك الى مفهوم موتيسيكول متعلق بالفصل تحت السلطه القضائيه. وضمان السلطه القضائيه هو ضمانه اساسيه لاعتبار ان المستثمر سواء كان داخليا او اجنبيا لا يمكن ان يستثمر او يغامر بالاستثمار ما لم تكن هناك ثقه في الجهاز القضائي. بهذا كنت انهيت هذه المداخله المبسطه وشكرا لانتباهكم. فاعتذاره مقبول، ولا بد ان مجموعه من الاعضاء حاضرين معنا اليوم فهم يمثلون المقاطعه. ثم نشكر السيد المدير لمنصه الشباب على حضوره كذلك، لان حتى هو غادي نبغيو ان شاء الله في الجلسه الثانيه لمعرفه مجموعه من المعطيات ومجموعه من القضايا التي تهم هذه المنطقه، وعلى راسها التشغيل. ومن ضمن هذه المحاور التي يتكلم عليها من الاساسيات التي جاء بها هذا النموذج التنموي الجديد، فهناك اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمه مضافه ومناصب الشغل. والمحور الثاني راس مال بشري، اي نخدم البشر من اجل البشر ليكون اكثر استعدادا للمستقبل. ثم المحور الثالث فرص لادماج الجميع وتوطين الرابط الاجتماعي. ثم المحور الرابع وهو مجالات ترابيه قادره على تكييف فضاءات لترسيخ اسس التنميه. في المحور الثالث